راهي جات بنت الكوزينة وجابت لكم بسبوسة غير بيضة واحدة وكاس تاع سميد مع هذه الكريمة. ما عندي ما نقول لك في هذا المول العجيب، غير نوضي جربيها، ديريها لوليداتك راهم في عطلة ولا لضيافك، تمتعوا بهذه البنة الهايلة، هذه الوصفة الاقتصادية الهايلة بزاف. وقبل ما نبداو الفيديو روحي طيبي لي هذاك البراس تاع القهوة واشربي فنيجيل تاع قهوة، نحي بيه هذيك الدوخة باش تنوضي ديريها، وما تنسايش تخلي منها شويه نحتاجوها لهذه الوصفه. واش حبيت نقول لك ثاني قبل ما نبداو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم؟ ما تنسينيش بهذوك اللايكات وهذاك القلب الحنين اللي تخليو لي في التعليقات، ولا تعليق محفز وحنين كيما انتي. هيا على بركه الله يا البنات، بسم الله. ندير هنا حبه تاع البيض، ندير معاها رشه تاع الملح ضروريه، وندير معاها نص كاس تاع سكر. هاكم تشوفوا نخلط كلش مع بعض. نخلطوه حتى يولي هذا السكر كامل يذوب. راح نضيف نص كاس تاع زيت. نقطع نضيف معاه لافاني، وندير معاهم كاس تاع حليب يكون شويه دافي، مش سخون، دافي هكا. معاهم 2 مغارف تاع كاكاو. انا حبيت نضيف معاها ثاني مكون واحد اخر اللي هو قهوه، حبيت نضيف لها شويه تاع قهوه. كي نخلط هنا كل شيء راح نضيف كاس تاع سميد يكون متوسط ولا رقيق، حتى رقيق تجي مليحه نورمال هكذا. ما تكثروش السميد باش ما تجيكمش يابسه بزاف، خليو الخليط تاعكم يكون خفيف. شو هنا شوفوا راهو هكذا، شوف راهو خفيف. دوك يزيد يتشرب. ما نساوش كيس خميرة الحلويات. خلط كلش هنا الخليط، شوفوا كيف راه مداير. دوك يتشرب وحده، دوك تشوفوا بعينيكم. انا جبت هنا المول العجيب، درت له ورق الزبده. اللي ما عندهاش ورق الزبده تدهنوا غير بالزيت ودير له شويه تاع السميد وتنفضوا في بلاصه الفرينه. دير السميد ودير نورمال. انا راح ندير مباشره، انا درت ورق الزبده يعني مانيش حنخاف ان شاء الله. هكذا دوكا نحطها تطيب، يطيب لي من تحت نزيد نشعلها من فوق وخلاص. نروحو نديوها للفرن الطيب. شوفوا كاسرونه ندير فيها كاس حليب، نزيد الكاس الثاني، ندير لها السكر على حسب الرغبه، على حسب العائله تاعك تحب الحلاوه ولا لا. انا عائلتي تموت على الحلاوه، غير كون هانيين. هنا الله يكون في عوني، نطيف الحلو ما ناكلوش. نخلط كامل هذو المقادير كما تشوفوا، معها شويه لافاني، نحب لافاني في كل شيء. وندير معاهم 2 مغارف تاع
نشاء مغارف ونص. هاهي مغرف الأولى، نزيدو الثانية ونزيدو النص هكذا، معاهم مغرف تاع كاكاو، مغرف ولا مغرف ونص ولا كيما حبيتو، ولا زوج مغارف، انا ندير هكا ونخلط كلش مع بعض. اذا عندك مثلا لاغوم تاع القهوه تقدري ديريه هنايا. نخلط كلشي تاني كامل يكونوا منسجمين. راني خلطت كلشي، نروح نحطهم على النار ونقعد نحرك فيهم تحريك مستمر. هاي لكم طابت، شوفوا خليها تبرد شويه باش نديمو ليها. وشوفوا يا البنات جات كانها مسكوتشو باللافارين ماشي بالسميد. شوفوا هنا راني بديت نحي فيها، شوفوا شوفوا راني بديت نحي فيها بشويه باش ما يخسرليش الشكل تاعها. شوفوا يا البنات، جبت الخليط تاع القهوه درت معها للامانه عسل، تحبي ديري السكر ديري عسل. انا نركز هنا على الحواشي هذو ونشربها مليح. وهنا راني نخلط فيها، هي بدات تعقد، لازم ما نخليهاش كي تعقد. راح نضيف لها 6 حبات تاع شوكولا، 6 داتها ملوكه. بعد ما عقد لي هذاك الخليط ندير فيه هذه الشوكولا هذه هنا، ونحاول نذوبها هنا في هذه السخانه اللي راهي تاع السخانه تاع الكاسرول. هاي انا درت لها شويه لوز على الحواشي ولا كاوكاو ولا نواه كوكو، انت واش عندك. نكمل نخلط. تاعنا راهي جاهزه، شوفوا شحال هشيشه، والكريمه تاعنا راهي واجده. نفرغوها درك هنا في الوسط. شوفوا يا البنات، شوفوا لي ذاك الشكل. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. خليوها تبرد. هاي لكم الوصفه تاعنا اللي اخترتها لكم نهار اليوم، وصفه هايله بزاف، تقدروا تعتمدوها غير بيضه واحده وانتوما فرحتوا وليداتكم بهذه الوصفه الهايله.